يا ترى الصح اني اتجوز حب عمري ولا اتجوز الراجل اللي يريحني بقيه عمري؟ انا كنت بحب شاب يعني حب قوي جدا، بس للاسف الظروف والحياه وحاجات كتيره جدا وقفت بيني وبينه وما سمحتش ابدا ان الحب ده يكمل وانه يكون في النور. كذا مشكله حصلت وكذا حاجه كانت واقفه قصاد الحب ده وان احنا فعلا نتجوز. من بعدها اتجوزت من راجل كان كويس جدا، وكنت بعدها ونعمه الزوجه مطيعه جدا لجوزي، وكنت عايشه معاه بما يرضي الله، وعمري ابدا ما غلطت او حتى فكرت اني اكلم الشخص اللي كنت بحبه. وعشت مع جوزي ده 10 سنين 10 سنين لحد ما توفاه الله. بعد ما توفى جوزي يعني رجع يتواصل معايا تاني حب عمري، اللي اول ما رجع لحياتي وبدا يكلمني وبدات اشوفه حسيت انه انا فعلا لسه قلبي بينبض ولسه عندي فرصه اعيش واكمل معاه بقيه عمري، خصوصا ان هو عرض عليا الجواز. فرحت يا جماعه لانه ده حب عمري، حب من حوالي 15 سنه بيرجع لي تاني. لكن بقى في نفس الوقت بقى اتقدم لي مدير الشغل بتاع جوزي، هو عارفني وكنت دايما بطلع وبسافر مع جوزي في الاجازات وبقعد معاه وانزل وارجع اروح وهكذا، فهو عارفني جدا. دلوقتي هو كمان متقدم لي، ولكن حبيبي من مصر. في مره بساله بتكلم معاه ايه رايك لو نسافر، فقال لي لا انا عمري ما اسيب بلدي وعمري ما افكر ابدا اني اسافر، انا حابب اعيش هنا واشتغل هنا واكمل حياتي هنا. العرض التاني اللي معروض عليا من السعودي ده مدير جوزي الله يرحمه عارض عليا الجواز، وطبعا هعيش معاه في السعوديه. خطيبي من مصر، ولكن طبعا لو بصينا للشغل او للماديات طبعا المدير بتاع جوزي الله يرحمه ثري جدا، وانتوا عارفين طبعا الرجاله السعوديين. انما حبيبي بتاع القاهره ميسور مستوره معاه. انما انا دلوقتي فعلا واقعه في حيره، مش عارفه يا ترى اوافق فعلا بحب عمري ولا بالراجل اللي هيريحني بقيه عمري. اتجوز مين؟ اتجوز اللي قلبي اختاره ولا اسال عقلي وامشي بكلام عقلي؟ وهو عقلي طبعا بيقول لي لا اتجوزي من الراجل السعودي، هيعيشك عيشه كريمه اكتر وعيشه افضل وحياه هنيه وهتبقى طلباتي كلها مجابه. طبعا كل ده هو قاله لي الراجل السعودي، قال لي هعمل لك واللي انت عاوزاه والضمانات وهكتب لك حاجات باسمك واللي انت عاوزاه كله. ولا اتجوز حبيبي بتاع زمان؟ انا بجد محتاره بين قرارين، متوتره جدا ومش عارفه فعلا اخد القرار الصح لوحدي ابدا. علشان كده بعت لك مشكلتي دي علشان فعلا تقولي لي انا في حيره ومش عارفه اخد القرار ابدا لوحدي. انا كامينه وحاسه ان كل المتابعين هيأيدوا الراي ده، هقول لك لا ما تتجوزيش غير ابن بلادي، لانه هيخاف عليكي اكتر، هيبقى فاهمك اكتر، هيحس بيكي اكتر، هيحترمك وهيقدرك وهيعززك اكتر. مش عايزاكي ابدا كمان تبصي للثراء الفاحش بقى وانه ده هيكتب لي. انا هنا مش هتكلم كمان عن حته ان احنا بنمشي ورا قلبنا طيب وبالحب، ولكن احنا بنبص لها من ناحيتين، من ناحيه القلب ومن ناحيه العقل. احنا لو بصينا للقلب فهو حب عمرك اللي اول ما شفتيه قلبك ارتجف، واول ما شفتيه عينك لمعت، واول ما شفتيه حسيتي ان انت لسه عايشه، ده القلب. طب لو بصينا بقى بالعقل هقول لك برده هو راجل حياته مظبوطه، راجل بيشتغل، راجل اموره ماشيه طبيعيه جدا، راجل ميسور الى حد ما. فاحنا هنعمل ايه؟ انا ابقى مع ده ومع حبيبي، لان هقول لك الحب لما بيكون طرف في العلاقه الزوجيه وطرف قوي بيهون علينا حاجات كتير جدا، بيخليني استحمله وهو متعصب، بيخليني استحمله لو حتى ظروفه اتعذرت بعد كده، بيخليني ابقى واقفه بقلبي معاه في اي ظرف او في اي ازمه، بيخليني ابقى فعلا الزوجه الاصيله اللي مرميه تحت رجل جوزها الليل قبل النهار. ومن فضلكم ما تنسوش لو اي حد عنده اي مشكله ما تترددش ابدا انك تبعتها لي، مشكلتك هنقولها ونعرضها في سريه تامه بدون ذكر اي اسماء او اي تلميحات. ومن فضلكم ما تنسوش طبعا لايك شير عشان يوصلك مني كل جديد. كانت معكم امينه الزهري في سريه تامه.